كنا قبل المغرب بربع ساعة والبيت كله في حالة طوارئ، وأبويا قرر يركب سبيكر كبير في البلكونة عشان نسمع مدفع الإفطار بوضوح. وهو بيوصل السلوك فجأة حصلت قفلة والكهرباء قطعت عن البيت كله والمنطقة بدأت تضلم. بصينا لبعض برعب والوقت بيجري وفاضل 5 دقايق والكل مستني يسمع الأذان عشان يبل ريقه. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. أبويا نزل الشارع يجري يشوف الكوبس، وأمي قعدت تدعي في الضلمة، وأنا سمعت صوت بوم عالي جدا جاي من الصالة. جريت لقيت دخان مالي المكان ومراتي بتصوت وبتقول المدفع ضرب جوه البيت يا إبراهيم. أنا اتسمرت مكاني وقلت خلاص البيت ولع، والناس بدأت تخبط على الباب يسألوا فيه إيه، والكل افتكر إن في حاجة انفجرت. دخلنا بالولاعة نشوف فيه إيه، لقينا أخويا الصغير كان مخبي بالونة عملاقة ومليها مياه وفرقعت فوق السبيكر اللي أبويا كان بيصلحه، فعملت الصوت ده، والشرارة خلت السبيكر يشتغل فجأة ويذيع موسيقى وادي الذئاب بأعلى صوت، والناس في الشارع افتكروا إن في خناقة قامت. أبويا دخل ولقانا كلنا مبلولين والمنظر يضحك، ولقى المغرب أذن.